بدل ما هو اللي يمشيكي. طبعا اول حاجه انا انبسطت انه اخيرا حدد موقفه ان هو بقى مع ستات بس، لاني زي ما قلت لكم انه متعدد العلاقات ما بيفرقش معاه ايه العلاقه هتكون مع راجل ولا ست. وطبعا دي مصيبه تانية. انا مش عارفه اكمل معاه ازاي، انا مش عايزه اكمل معاه ومش ناويه اكمل معاه، بس قررت ان انا اصبر لحد ما بنتي تكبر بس حبه صغيرين وافطمها، وبعد كده ان انا هتطلق. انا ده قراري. المهم انا واحده طبيعتي عامله زي الصباره اللي بيقرب، طول ما انا بعيده عنك اوكي، قربت مني هشوكك. وده مش عشان انا ست جبروت او ست شريره او ست وحشه، لا والله ما تحكموش عليا بكده، بس انا انجرحت. واللي انا بحكي لكم هو اختصار لالام كتير ووجع كتير انا عشتها يوميا بالساعات وبالدقايق، سواء كان معاه او مع اهله. نهينكم عن حياه كتيره بؤس انا عشتها مع اهلي اصلا قبل جوازي منه. كنت متخيله ان هو هيكون الخلاص والفرحه اللي انا مستنياها، بس للاسف ما حصلش كده. المهم كلمت البنت دي من اكاونت تاني ودخلت لها وعرفتها ان انا مراته وان انا عارفه بعلاقتهم، لان انا طبعا مهكره تليفونه. ففتحت بقى المحادثات ولقيته حكي لها عني وبعت لها صوري وصور البنت وي 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 وكل التفاصيل دي. قلت لها انا عارفه ان انتوا بتتقابلوا وهو حكي لي والدنيا تمام، وعلى فكره اصل انا وهو يعني نعتبر مش سويين في علاقاتنا، ودايما هو بيختار لي واحدة تكون معانا عشان خاطر انا بحب كده، فانتي واحدة من 3 هو مرشحهم لي، بس طالما انتي الجريئة اللي فيهم فانا خلاص اخترتك، وقع عليك العطا. وانا جوزي دي طبيعته، وهو دايما بيشوف لي الحاجة البنات اللي تكون مناسبة، وعشان ما تجيش تتكلمي بعد كده او تشتكي فهو كان هيتجوزك وتعيشي معانا في مكان واحد ومش عارفه ايه والكلام ده. المهم طبعا البنت عملت لها بلوك، فهي كتبت لها من ايميل تاني. اتصدمت طبعا البنت، قالت لها لو ما بعتليش فلوس، وبدات تستفزها، انا هبعت الصور والكلام وكل المحادثات اللي بينك وبينه لاهلك وهعرف اخد حقي منك كويس. المهم فعلا ابتزت البنت واخدت منها تقريبا 1000 جنيه او 800 جنيه حاجه زي كده، يعني حولتهم لها على المحفظه بتاعتها. بعد كده راحت كلمت جوزها من اكاونت راجل وقالت له على فكرة انا معجب جدا بمراتك ومستنيك تطلقها بفارغ الصبر، وفهمته او اوحت له ان هو جاب بيانات مراته وعارف كل حاجة عنها ورقمها كذا وكذا وكذا، وقال له على كل التفاصيل، وان تقريبا اللي مديله المعلومات دي البنت اللي هو يعرفها. وبرضه فضل يبتزه وقال له انا هبعت لمراتك وهعرفها بأمارة ما رقمها كذا وهفضحك وهعمل طبعا كل اللي بتعمل ده مراته، ولو ما بعتليش فلوس والكلام ده كله. برضو ابتزت جوزها واخدت منه فلوس، واخدت الفلوس كلها وخلتها معاها. وبعد كده بعتت كل التفاصيل اللي معاها كمان لاهل البنت، وعملت لها طبعا شوشره معاه، قالت لهم انه ده راجل متعدد العلاقات، وهي كتر خيرك انت كزوجه ان انت بعتي برضو البنت دي عن طريقه طالما هو مش سوي ومش كويس. دلوقتي اختصارا للموضوع هي بتعاني وبتمارس اصعب ضغوط نفسيه في حياتها، ان هي ما بقتش طايقاه ولا قادره تستحمل تعيش يوم تاني معاه، ولا قادره ان هي تكمل في العلاقه دي، ولكن هي صابره ومستحمله يا دوبك كام شهر لحد ما البنت تكبر شويه، او سنه لحد ما البنت تكبر شويه، على قد ما هي تعرف هي ممكن تروح تعيش فين او تشتغل ايه، لان هي بدون عمل وبدون مكان ان هي ممكن تعيش فيه. طبعا الشقه اللي هي قاعده فيها ايجار من الايجارات الجديده، فطبعا هي في الشارع لو اتطلقت من بكره. للاسف انا لاول مره بقف عاجزه ان انا مش قادره اقترح عليها اي اقتراحات. كل اللي قدرت ان انا اقوله لها ان هي لازم تبدا ان هي تشتغل، وان هي تحاول تشوف هتامن ازاي سكن لها، لان مش هينفع تروح تعيش عند اهلها، هي يتيمه اصلا. وفي نفس الوقت هي ست قويه وقادره ان هي تاخد حقها كويس، فلازم ان هي تعتمد على نفسها وتشوف دنيتها ايه. وفي الفرصة اللي هي السنة اللي هي مديها لنفسها دي هتدي لجوزها فرصة، ربما يتعدل وربنا يهديه، ما تعدلش وربنا هداه في خلال السنة دي يبقى تنفصل عنه تماما. ربما اكون صح في حلي ده، وربما المفروض ان هي تطلق منه فورا من دلوقتي، بس هي قادرة تمشي امورها معاه رغم ان هي تقريبا عايشة يوميا في خطط ودماغها دي ما بتقفش. وده صعب على اي واحدة انها طول الوقت بتشوف ازاي ان هي هتلبس قناع او ازاي ان هي هتمشي امورها مع حد هي مش طايقه تعيش معاه. لكن الله وربنا يكون معاكي، وانا عارفه طبعا بكل قصصك ان انت كل يوم في قصه جديده وقصه شكل معاه. ربنا يعينك على اللي انت فيه، واتمنى اسمع رايكم في الحكايه وقولوا لي
مفروض هي تعمل زي ايه؟ وليه الناس اللي في حياتهم حد كويس بيدمروه بالمرة؟